تحتفل مصر والشعب المصري بعيد تحرير سيناء اليوم الذي يوافق 25 من إبريل في كل عام، اليوم الذي استردت فيه مصر سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها. وهذا اليوم يمثل الانتصار العظيم للشعب المصري ورجوع الأرض لحضن الوطن. وبعد مرور 32 عاما من تحرير سيناء، ومع اهتمام الوطن بهذه البقعة الغالية، أصبحت سيناء اليوم رمزا للسلام والتنمية على مر التاريخ. كانت البداية والخطوات الأولى على طريق تحرير سيناء بعد أيام معدودة من هزيمة 67 قبل أن تندلع شرارة حرب أكتوبر العظيم بأكثر من 6 سنوات، حيث شهدت جبهة القتال معارك شرسة كانت نتائجها بمثابة صدمة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وبدأت المواجهة على جبهة القتال ابتداء من سبتمبر عام 1968 وحتى 6 من أكتوبر عام 1973، حيث انطلقت القوات المصرية معلنة بدء حرب العبور، والتي خاضتها مصر في مواجهة إسرائيل واقتحمت قناة السويس وخط بارليف. كان من أهم نتائجها استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس واسترداد جزء من الأراضي في شبه جزيرة سيناء وعودة الملاحة في قناة السويس. وذلك في يونيو عام 1975 أسفرت حرب التحرير الكبرى عن نتائج مباشرة على الصعيدين العالمي والمحلي، من بينها انقلاب المعايير العسكرية في العالم شرقا وغربا. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 من أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. صواريخنا المصرية العربية عابرة سيناء من طراز ظافر موجودة الآن على قواعده، مستعدة للانطلاق بإشارة واحدة إلى أعماق الأعماق في إسرائيل. لكننا بعون الله قادرون بعد الكلمة وبعد التنبيه وبعد التحذير أن نوجه الضربة بعد الضربة، ولسوف نعرف متى وأين وكيف إذا أرادوا التصاعد بما يفعلون. أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. بعد اليوم 16 من بدء حرب أكتوبر، بدأت المرحلة الثانية لاستكمال تحرير الأرض عن طريق المفاوضات السياسية، حيث تم إصدار القرار رقم 338 والذي يقضي بوقف جميع الأعمال العسكرية بدءا من 22 من أكتوبر عام 1973، وذلك بعد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، والذي قبلته مصر ونفذته، إلا القوات الإسرائيلية لم تلتزم بتنفيذ القرار، مما أدى إلى إصدار مجلس الأمن قرارا آخر يوم 23 من أكتوبر يلزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، والذي التزمت به إسرائيل ووافقت عليه، ودخولها في مباحثات عسكرية للفصل بين القوات.
كان الأمر الذي أدى إلى توقف المعارك في 28 أكتوبر عام 1973 بوصول قوات الطوارئ الدولية إلى جبهة القتال على أرض سيناء. وفي يناير عام 1974 تم توقيع الاتفاق الأول لفض الاشتباك بين مصر وإسرائيل، والذي حدد الخط الذي ستنسحب إليه القوات الإسرائيلية. ولكنه لم يكن الاتفاق الأول بين البلدين بالتعهد لوقف القتال، حيث تم في سبتمبر عام 1975 التوقيع الأول على الاتفاق الثاني. وكان أهم ما تضمنه الاتفاق الأول أن النزاع في الشرق الأوسط لن يحسم بالقوة العسكرية ولكن بالوسائل السلمية، مما دعا الرئيس الراحل أنور السادات في نوفمبر عام 1977 إعلان بيان أمام مجلس الشعب بأنه على استعداد للذهاب إلى إسرائيل ومناقشتهم. وستدهش إسرائيل حينما تسمعني الآن أقول أمامكم أنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيسة ذاته ومناقشتهم. وقام بالفعل الرئيس الراحل أنور السادات بزيارة إلى إسرائيل وإلقاء كلمة بالكنيسة الإسرائيلي طارحا مبادرته للسلام بعد نصر عظيم. السلام عليكم ورحمة الله، والسلام لنا جميعا بإذن الله. السلام لنا جميعا على الأرض العربية وفي إسرائيل وفي كل مكان من أرض هذا العالم الكبير. وبعد زيارة الرئيس أنور السادات إلى إسرائيل وخطابه بالكنيست، وافقت كل من مصر وإسرائيل على الاقتراح الأمريكي بعقد مؤتمر ثلاثي في كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم الإعلان عن التوصل لاتفاق والتوقيع على وثيقة كامب ديفيد في البيت الأبيض في 18 من سبتمبر عام 1978. يحتوي الاتفاق على وثيقتين هامتين لتحقيق تسوية شاملة للنزاع العربي الإسرائيلي. وبعد مرور عام بالتحديد في 26 مارس عام 1979 وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام، اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، والتي نصت على إنهاء الحرب بين الطرفين وإقامة السلام بينهما، وسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة وأيضا المدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء. وفي يوم 25 إبريل عام 1982 تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء كاملة بعد احتلال دام 15 عاما، وإعلان هذا اليوم عيدا قوميا مصريا في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا الجزء الأخير، ممثلا في مشكلة طابة التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء، حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية 7 سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف. وبعد مباحثات دبلوماسية في 19 مارس 1989 قام الرئيس السابق محمد حسني مبارك برفع علم مصر على طابة المصرية معلنا نداء سلام من فوق أرض سيناء. وهكذا بعد مسيرة طويلة من التضحيات قدمها أبطال شرفاء من هذا الوطن، عادت سيناء إلى سيادة الوطن، تحظى بمكانة متميزة في قلب كل مصري، مكانة صاغتها الجغرافيا وسجلها التاريخ وسطرتها سواعد ودماء المصريين على مر العصور. فسيناء هي الموقع الاستراتيجي المهم، وهي المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقارته وحضارته.
ألف ميت مبروك علينا بالسلام، بالسلام حقنا عاد بين ايدينا بالتمام، بالتمام ألف ميت مبروك علينا بالسلام، بالسلام حقنا عاد بين ايدينا بالتمام، بالتمام واحنا حنصون في عينينا عالدوام، عالدوام عالدوام اصلي ما في